تعال أرعبك وأقول لك على قصة بدأت بصورة واحدة بس، صورة عادية جدا بس وراها سر يقشعر الجسم. الصورة دي اتاخدت من فيديو متسجل بكاميرا مراقبة في شقة ست إيطالية. الحوار ده في سنة 2015. الشقة دي كانت مقفولة تماما من يوم وفاتها ومحدش دخلها من وقتها لحد ما حفيدها قرر يفتحها. اللي حصل بعد كده كان مرعب. الولد وهو بيفتح الهارد بتاع كاميرا المراقبة كان فاكر انه هيشوف فيديوهات لجدته الله يرحمها وهي بتتحرك في البيت يفتكرها بيها، لكن الصدمة اللي ظهر مكانها في الفيديوهات كان خيال اسود شبه طيف ملوش ملامح. والمريب اكتر ان حفيدها نفسه كان ظاهر في نفس الفيديوهات، كان ظاهر بشكله الطبيعي وهو بيكلمها وعايش معاها، يعني مفيش مشكلة في الكاميرا. الفيديوهات لما اتسربت عملت ضجة والإعلام بدأ يدور ورا الموضوع. المفاجأة الشرطة بتأكد إن الست دي ماتت من زمان، من سنة 2007. يعني اللي كان بيعيش في الشقة من 2007 لحد سنة 2015 والناس كانت بتشوفه كان مين؟ الجيران كانوا بيقولوا إنهم كانوا بيشوفوها فعلا بتخرج للبلكونة بتتكلم معاهم لحد قبل وفاتها بوقت قصير. وبنتها الوحيدة كانت عايشة في كندا وما تعرفش عنها حاجة من زمان، بس حفيدها بيأكد إنه زارها كذا مرة وقعد معاها وشرب معاها قهوة في المطبخ. الحكاية بقت أغرب لما الشرطة قالت إن شهادة الوفاة دي مش حقيقية وإن الست مدفونة من 2007 فعلا واللي دفنها كان ابنها. بس الغريب إن ابنها ده مات هو كمان في حادثة بعدها بفترة قصيرة. البنت اللي هي أم الحفيد لما سمعت كل ده طلبت تفتح القبر علشان تتأكد، وهنا كانت الكارثة. القبر ما فيهوش أي جثة بشرية، لقيوا مدفون فيه كلب اتحلل تماما وأي أثر للست مفيش. ومش هنا النهاية، ده واحد من الجيران طلع بصورة قديمة ليه مع بنته الصغيرة، كانوا متصورين مع الست، فاكر ان الصورة عادية، بس لما رجع يبص عليها بعد ما سمع القصة البنت كانت باينة بوضوح لكن الست كانت خيال اسود ملوش ملامح. والأب قال ان بنته بعد الصورة دي بفترة قصيرة ماتت فجأة بسكتة قلبية. الصحافة كلها اتكلمت والرعب انتشر والناس بدأت تسأل مين اللي كان عايش في الشقة وايه السر في الفيديوهات وازاي جثمانها اختفى ومين اللي اتدفن مكانها، والأهم هل اللي ظهر في الفيديوهات كان فعلا شبح ولا في حاجة أعمق من كده بكتير. قولولي في الكومنتات لو انت كنت مكان حفيد فتحت الشقة ولقيت الفيديوهات دي كنت هتعمل ايه؟ لحد هنا انا خلصت حكايتي، لكن حكايات القناة ما بتخلص، معانا حكايات كتير واجمل واجمل واجمل. لو حابب النوع ده من القصص تابعنا واعمل اشتراك بالقناة، ولو عجبتك القصة دي اعمل لنا لايك وما تنساش تعلق وتقول لنا رأيك في القصة علشان نطور المحتوى بناء على رأي حضرتك. سلام.